ياه طب والله لكم وحشونا يا جدعان، عاملين ايه؟ انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان خاطر اشكركم من قلبي واقول لكم بجد شكرا لدعمكم، ان انتوا وصلتونا ل1000 مشترك، وعارف اللي انا قايلها متاخر بجد. شكرا من قلبي. بص ما عنديش حاجه مش عارف اقول لكم ايه، بس الفيديو ده معمول مخصوصا علشان خاطر اشكركم فيه لدعمكم الفتره اللي فاتت دي كلها. وانا عارف ان احنا اتاخرنا بتنزيل الفيديوهات وما عملناش حاجه من بعد ما وصلنا ل1000، ده والله غصب عني. والسبب بقول لكم عليه دلوقتي. سبب تاخيرنا في تنزيل الفيديوهات اللي الفتره اللي فاتت دي كلها، وهي اللي احنا كنا مصورين فكره فيديو كنا منزلينه من شهر رمضان اللي فات، من نص رمضان اللي فات، وللاسف اخدنا على انذارين، ما كناش عارفين ننزل على القناه اي فيديوهات. الانذارين ده للاسف كانوا قاعدين 90 يوم، اللي هم 3 شهور نقعد مش عارف انزل اي حاجه على القناه. لو نزلت حاجه وخدت انذار تاني القناه تتقفل. مش عارف انا كل سنه بقالي 3 سنين من يوم ما بدات في اليوتيوب، كل سنه لازم مره سنه اجالي تحذير، سنه اجالي انذار، السنه دي اجالي انذارين. مش عارف اليوتيوب مفكر ان احنا فيديوهاتنا او في كذا فكره كده بنعملها ونيجي ننزلها بيفكروها ان هي خطر، فبيقوموا ماسحين الفيديو ما مفكرين ان احنا صغار سن. لكن انا عايز اوجه رساله لعملاء اليوتيوب وشركاء اليوتيوب، انتوا ناس على راسنا ومنصه توب التوب، بس احنا والله يعني احنا ما احناش صغار سن ولا الكلام ده كله، واحنا ما احناش اطفال، احنا ناس كبيره وجايبين سن القانون والحمد لله. يعني ما بنعملش فيها حاجه خطر، ولو في حاجه خطر اكيد هتضرنا قبل ما نضر غيرنا، فاحنا يعني ما بنحبش الحاجات دي. فده سبب تاخيرنا في تنزيل الفيديوهات، ان احنا كنا واخدين انذارين على القناه بسبب ان احنا كنا مصورين فكره فيديو من نص شهر رمضان اللي فات، اللي هو رمضان اللي فات ده في نص الشهر عاملين فكره كده ومنزلينها ليكم، بس للاسف الفيديو اتمسح واخدنا انذارين وقعدنا 3 شهور اللي هو 90 يوم بالظبط مش عارف انزل اي حاجه على القناه، ولا عارف انزل بوست، ولا عارف انزل اي حاجه. عشان كده انا بقول لكم روحوا تابعوني دلوقتي على الانستجرام علي_دعدور 66، بحيث ان لو حصل اي حاجه هتلاقوني موجود هناك، تعرفوا تتواصلوا معايا. والناس كلها بقى اللي كانت عماله تسالني ما بتنزلش فيديوهات ليه، ما بتعملش فيديوهات ليه، هو ده كان سبب ان انا ما بنزلش فيديوهات. بس الفيديو ده انا عامله خصيصا عشان اشكركم بجد من مش عارف اقول لكم. انا عايز في حاجات كتير عايز اقولها مش عارف اقولها، بس انا بشكركم من جوه قلبي من قلبي مخصوص كده على دعمكم لينا الفتره اللي فاتت دي. وانتوا بجد والله انتوا مش عارف اقول لكم، انتوا ناس توب. انا بجد انتوا دعمكم الفتره اللي فاتت دي كان في السما، والفيديوهاتنا جابت 40,000 مشاهده وفيديوهات جابت 70,000. وبعد للاسف لما اخدنا الانذارين دول قناه ريتش القناه وقع تاني، وبصوا الدنيا خربطت كده شويه، بس الحمد لله ان شاء الله هنرجع لكم الفتره الجايه فيديوهات احسن وبحاجات احسن. انا عامل الفيديو ده بس عشان خاطر اشكركم من قلبي، بقول لكم بجد شكرا لدعمكم لينا وان انتوا وصلتونا ل1000 مشترك. قال من 4 سنين فاتوا من المفروض توصل ل1000 مشترك، والحمد لله وصلناهم. كان زماننا ان شاء الله خلال السنة اللي فاتت 23 دي بإذن الله ما نخرجش منها لما نكون واصلين 10,000 مشترك. كان زماننا دلوقتي حاليا أقسم بالله 5,000، بس للأسف بسبب القطعة اللي فاتت دي هي اللي وقعتنا تاني. وبعد ما كنت خلاص والله العظيم كنا هنوصل حرفيا، احنا كنا زماننا في الوقت اللي انا حاليا مصور في الفيديو ده زماننا دلوقتي جايبين 5,000 مشترك. بس للأسف بس كنا إن شاء الله الفترة اللي جاية دي هنعمل فيديوهات في حاجات جديدة إن شاء الله هنعملها، وهيكون في حاجة أحسن وهنتطور في فيديوهاتنا. بس انا كنت عامل الفيديو ده عشان اشكركم من قلبي، وبجد شكرا لدعمكم لينا. شكرا للناس اللي بتسالنا انتوا فين ما بتنزلوش فيديوهات ليه. بجد انا بقول لكم انتوا عندي من كتر ما انا مش عارف اشكركم، مش عارف اقول لكم ايه. فبجد شكرا لكم. بس كده ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.